اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من 7 رياضه على شاشه النيل الاخبار. اهلا بحضراتكم. حلقه اليوم هي حلقه دسمه وحلقه هامه للغايه. معانا ضيف لديه الكثير من الاسرار وسيكشف الكثير من الكواليس في الايام الماضيه قبل اتخاذ خطوه الترشح لانتخابات مجلس لانتخابات اتحاد الكره المصري. معي الكابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. مشرفني ومنورني. الله يخليك يا محمد. ازي حضرتك؟ الحمد لله. قبل ما نبدا معايا خبرين مهمين عايزين نقولهم، لان احنا دايما معانا فقره ثابته هي الطريق الى اولمبياد ريو دي جانيرو، وابطالنا المصريين اللي مشرفينا في كل مكان. اكتر من 100 بطل مصري تاهل الى الاولمبياد. بنتمنى ان شاء الله ان هم يحققوا لنا الميداليات الذهبيه. الفرعون المصري ايهاب عبد الرحمن لاعب منتخب مصر لالعاب القوى يفوز بالمركز الاول في منافسات الدوري الماسي بالولايات المتحده الامريكيه في مسابقه رمي الرمح. ايهاب طبعا بيستعد لاولمبياد ريو دي جانيرو التي ستقام في شهر أغسطس المقبل. بيستعد بقوة، والميدالية اللي حققها إن شاء الله ستكون حافز قوي جدا جدا لإيهاب عبد الرحمن لكي يحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد البرازيل بإذن الله. بنتمنى له التوفيق، وبنتمنى لكل اللعيبة المصرية التوفيق. احنا شايفين على الشاشة الآن دي المسابقة اللي فاز فيها إيهاب عبد الرحمن بالميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات الدوري الماسي الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. زي ما احنا شايفين أبطالنا المصريين مشرفينا في كل مكان، وان شاء الله يكون خير تشريف في اولمبياد البرازيل باذن الله التي ستقام في شهر اغسطس المقبل. زي ما احنا شايفين على الشاشه دي لقطات من المسابقه اللي فاز فيها ايهاب عبد الرحمن بالمركز الاول. من انجاز فردي لايهاب عبد الرحمن الى انجاز جماعي لاول مره في تاريخ الاتحاد المصري للخماسي الحديث. منتخب مصر للرجال يفوز بالميداليه الذهبيه في منافسات الفرق رجال ببطوله العالم المقامه حاليا في موسكو. الفريق المصري ده مكون من عمر الجزيري وياسر حفني في منافسات الفرق. فاز بالميداليه الذهبيه في البطوله اللي احنا شفناها او اللي احنا تابعناها في موسكو، وده ايضا بيستعد للبطولات المقبله ان شاء الله. بنتمنى لهم التوفيق. دي مش اول ميداليه بيحرزوها ابطالنا، ولكن حققوا انجازات فرديه كتير وحققوا ميداليات ذهبيه كتير. بنتمنى لهم التوفيق في الفتره المقبله. زي ما احنا عارفين دي فقرتنا الثابته، الطريق الى اولمبياد ريو دي جانيرو والانجازات الالعاب الفرديه وانجازات المصريين في الالعاب الفرديه. نروح لضيفنا النهارده. ضيف زي ما قلت لحضراتكم هو مهم على الساحه الرياضيه. في عهده حقق الكثير من المنتخبات الوطنيه الكثير من الميداليات الذهبيه. منتخب مصر لكره القدم حقق أكثر من 7 بطولات تقريبا في بطولة إفريقيا، وحقق 3 بطولات متتالية في كأس الأمم الإفريقية. وتاريخه شهد إنجازات كتير جدا تاريخ الكابتن سمير زاهر. ولكن أيضا في عهد الكابتن سمير زاهر هو حدث إخفاق أو حدثت كارثة لأول مرة تحصل في مصر، وهو وفاة 72 مشجع من النادي الأهلي في مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي وكارثة بورسعيد المعروفة. إذن ضفنا اتحقق في عهده الكثير من الانجازات، وضفنا ايضا تحققت في عهده كارثه كبيره لا تنسى، وايضا انجازاته لا تنسى. كابتن سمير زاهر اعلن مؤخرا انه هيعود لرئاسه الجبليه. هنعرف ليه هيعود لرئاسه الجبليه، لماذا يصر على خوض انتخابات اتحاد الكره. هل سيحقق الانجازات الماضيه اللي حققها في الانجازات او في الفتره السابقه؟ ده اللي هنعرفه من كابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا محمد. انا بس عايز اوضح نقطه مهمه يا محمد، ان مصر اخذت 7 بطولات افريقيه، منهم 3 متتاليه، منهم 4 مع سمير زاهر، وفي 2 سنه 50 وواحده بتاعت 86. دي البطولات يعني اللي احنا بنتكلم عليها. اما بالنسبه للعلاقه ان انا هقدم نفسي لاتحاد الكره، والله اي واحد بيبقى عنده طموحات. يعني انا عندي طموحات. انا عارف ان هو المنافسه اللي جايه في انتخابات اتحاد الكره مع شقيقي وعزيزي هنا ابو ريده. وهنا ابو ريده ده بقى توأمي، يعني من سنه 92 واحنا مع بعض. واللي هقول لك حاجه محمد، لا يمكن هنختلف، لا يمكن هنختلف. وبعدين اذا كان هو هنا ابو ريده، انا اخذت الفرص كتيره الحقيقه، وهو الراجل ما شاء الله في الاتحاد الدولي والافريقي والعربي. انا شايف ان هو لو حطينا ايدنا كلنا في ايدين بعض، مش انا وهاني بس، انا وهاني وحرب الدهشوري وعصام عبد المنعم والناس الكبار بتوع الكوره دول، اكيد
كرة القدم محتاجة تطوير ومحتاجة دعم ومساندة من كل الاسماء اللي انا بقولها. طيب انا عايز ابدا مع حضرتك، ليه عايز تدخل انتخابات الجبليه تاني، خاصه ان احنا في وقت صعب، الرياضه المصريه بتشهد يعني ظروف صعبه، مفيش جماهير وهناك مشاكل كثيره، وانت حققت انجازات ربما او قد تصعب عليك تحقيقها في الفتره المقبله. اكيد كلامك صح، ممكن تكون صعبة، واذا كانت صعبة عليا مش هتبقى صعبة على المنافس اللي هو هنا بوريدة. يعني انا خلي بالك ان هنا بوريدة ده قطعة مننا انا وحرب، والانجازات اللي احنا حققناها كلنا مشتركين فيها. انما انا عايز اقول لك الفترة اللي جاية محتاجة مجهود كبير جدا. زي ما انت بتقول الشارع مش هو الشارع بتاع ايام سمير صحيح زاهر، ولا الدعم هو الدعم ولا الدعم. ولكن هقول لك حاجة، ولكن اللاعبين اللي كانوا معايا النهارده، مجموعة اللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر دلوقتي ينافسوا المنتخب اللي كان موجود معانا. انما عايز اقول لك ان كان معانا مدير فني، في هارموني، في بيننا وبين بعض لغه حوار ما كانتش موجوده في الوقت الحالي. فانا بقول ان سمير زاهر لما يجي يقول انا عايز ارجع، انا عايز ارجع لكره القدم، ان هي عايز الكره ترجع، مش سمير زاهر. يعني النهارده الاتحاد اللي موجود ده الله يكون في عونه، في ظروف صعبه جدا، في حاجات كتيره قوي فاتت منهم، في حاجات كتير اخفقت. فعايزين انا نفسي ان احنا نحط ايدنا على الداء ونبتدي. النهارده كرة القدم لن تبدأ الا من خلال عملية رابطة الأندية المحترفة والاحتراف. طب كابتن سمير، يعني حضرتك اتكلمت ان الظروف صعبة، يعني شايف ان الظروف دي قد تعيدك لامجادك السابقة يعني بعد كده؟ يعني مفيش جماهير، عندنا مشاكل مثلا مع الالتراس، عندنا مشاكل كتير جدا. في مشاكل كتير، ما هو في مشاكل كتير، وزي ما بقول انا احب ان انا اكون مساعد. يعني لان هي النهارده لحد النهارده زي ما انت بتقول الله يكون في عون المجلس اللي كان موجود، قعد 4 سنين في نفس المشاكل، من غير جمهور، من غير كل اللي حضرتك بتقوله. عايزين ناخد الناس اللي عندها الخبره زي اللي انا اسامي اللي انا قلتها دي، ونحط ايدنا في ايدين بعض، ونبتدي ندعم منتخب مصر اللي احنا محتاجين منه حاجات كتير قوي في المرحله اللي جايه. طب كابتن سمير، تفسر بان كل اللي كانوا واقفين معاك في الفترات السابقه هم منافسيك حاليا؟ مين؟ يعني كابتن هاني ابو ريده، كابتن احمد شوبير، حازم الهواري، سحر الهواري، كل دول كانوا مع حضرتك، ولكن هم دلوقتي في قائمه اخرى او منافسين لحضرتك. والله وارد انه يبقى كل واحد عنده طموحات. يعني في واحد عايز يبقى نائب في القائمه بتاعت هاني، في واحد عايز يبقى امين صندوق، في نظام هيتغير. انما انا شايف ان انا معايا برضو مجموعه لن اعلن عنها دلوقتي على الاطلاق، ولكن مجموعه برضو عندها الخبره الكامله ازاي ممكن تنجح. ما انا مش باصص ان انا مش عايز ادخل في منافسه دلوقتي مع هاني، انا عايز ادخل في منافسه ان احنا لصالح كره القدم. مش عايز اقول سمير ضد هاني او هاني ضد سمير، لا، انا دعم هاني لو هو المجموعه اللي معاه شايف وعنده طموحات وابتدى يقدر يدينا تصوراته للمرحله اللي جايه، كلنا هنقف معاه. ايوه، يعني لو ادى لحضرتك تصوراته للمرحله الجايه ممكن تتنازل؟ لا مش اتنازل، ندعمه. يعني في حاجه اسمها رابطه انديه، وفي حاجه اسمها رئاسه اتحاد. بس هتدخل ضده في مناصب، يعني في مناصب تدعم كمان، تدعم. لكن هتدخل ضده حتى لو قدم رؤيه صحيحه للكره المصريه. يبقى في رئيس رابطه وفي رئيس اتحاد، ده دعم مش ضد. ايوه، يعني شايف ان حضرتك هو لو قدم تصور كويس ممكن حضرتك تتنازل، ولا برضه هتدخل انتخابات ضد المهندس؟ لا انا بقول لك انا ممكن ادخل رئيس رابطه، ممكن ندخل رئيس رابطه، ولكن انا برضو لازم عندي مجموعه انا بشتغل معاها، لازم ارجع لها، ولازم بقول تاني وتالت ورابع لابد ان احنا كلنا نحط ايدنا على الداء مش عارفينه. احنا بنلعب مباريات حبيه مع الاردن ومع ليبيا ومع فرق. طب معلش كابتن سمير، خلينا ناخد من حضرتك خبر. يعني حضرتك قلت لي دلوقتي خبر او معلومه مهمه، لو الكابتن هاني ابو ريده قدم رؤيه صحيحه للكره المصريه حضرتك هتتنازل عن ترشيحك لانتخابات الجبليه؟ لو هاني ابو ريده قدم تصور زي ما انت حضرتك بتقول لرؤيه مستقبليه احنا كلنا نوافق عليها، اكيد هنقف معاه. مين كلكم بقى؟ الناس اللي موجوده في الساحه. ده هو انت فاكر ان احنا بس اللي هندخل انتخابات؟ ده في مش اقل من 25. انا بتكلم على كابتن سمير زاهر. انا ادعم مش هاني، اي حد هيعمل تطوير لكره القدم انا معاه. يعني ممكن الفتره الجايه خلي بالك ان احنا اللي بنتبهدل. حرب الدهشوري وسمير وعصام عبد المنعم دول بتبهدلوا ايه؟ لان الكره دي كانت بالنسبه لنا من ايام جوهري سنه 90 واحنا موجودين في كره القدم. يعني اكد على الخبر، يعني حضرتك ممكن تبقى رئيس رابطه في مقابل ان الكابتن هاني ابو ريده او المهندس هاني ابو ريده. لو كانت دي لصالح كره القدم
لصالح كره ما دي القدم. هنحددها ازاي يا كابتن سمير؟ دي هنحددها ازاي؟ تحددها في النهارده، هو ما فيش منافسه وفي ما فيش منافسه. هو احنا كنا انا ضد هاني، احنا النهارده لو كنا بندعم هاني عشان معاه مجموعه ويقدروا يعملوا حاجه كويسه، يقدروا يبقى رئيس رابطه، مش شرط سمير، يبقى في رئيس رابطه غير سمير برضه، ما عنديش مشكله. انا بس مش شايف ان القائمه اللي اعلن عنها المهندس هاني ابو ريده هي قويه بالنسبه لقائمه المهندس الكابتن سمير زاهر؟ ما فيش قائمه قويه، القائمه القويه دي اللي يعني هي فيها وجوه يعني كبيره في كره ما هي القدم. الوجوه اللي موجوده مع هاني دول كلهم ما بتوعنا انت عارف كل دول اشتغلوا معايا انا. وغريبه رفضوا الانضمام لقائمتها. لا مش رفضوا، هم ما رفضوش، هم اتفقوا مع بعض من زمان على اساس القائمه دي تبقى موجوده قبل ما اقول انا هدخل. يعني انا شايف بالعكس يا ريت ينجحوا، يعني يا ريت انهم ينجحوا. يعني الكابتن احمد شوبير حضرتك عرضت عليه ان هو يكون معاك؟ لا ما عرضتش على شوبير، لان شوبير اصلا في المجموعه بتاعت هاني من زمان يعني. هو وحازم هو كان مع حضرتك على طول في الفترات السابقه؟ لا هي بطوله، هو دوره واحده بتاعت 2005. وكان مع حضرتك بقى في اي حاجه ثانيه؟ في 2008 بقى لا صحيح. ما كانش معايا. لكن حضرتك ما عرضتش عليه؟ لا ما عرضتش عليه. كابتن حازم الهواري؟ ولا حازم، لا. سحر الهواري؟ سحر الهواري ممكن تبقى معانا احنا الاثنين. والله تبقى يعني في نظام كده بيترتب يعني. طب انت شايف في كل الاسماء اللامعه اللي الكابتن هاني ابو ريده ضمها لقائمته، شايف ان عندك اسماء برضو لامعه؟ انت لسه قلت ما اعلنتش عن القائمه بتاعتك. يا سيدي هو الموضوع مش بالاسماء، الموضوع عندك ايه، عندك ايه بكره. احنا عندنا احنا النهارده مارسنا من سنه من سنه 90 واحنا في كره القدم، وفي معايا مجموعه وبقول لك ما ينفعش ان انا اعلن عنها دلوقتي، انما انا شايف ان احنا هنستطيع ان احنا نحط ايدنا في ايدين بعض لصالح كرة القدم. مصر المصريين بيحبوا كرة القدم قوي، الشعبية بتاعت كرة القدم هي التي النهارده الدرجة الثالثة ده بيروح بيقول لك بدل ما ياخد ترغيف العيش عايز يروح تذكرة يحضر بيها المباراة. نفسنا الجماهير تعود ونفسنا الانتصارات تعود ايا كان الشكل، في تضحيات انا ما عنديش مانع. طب كابتن سمير، يعني تفسيرك لعدد من النجوم رفضوا ان هم ينضموا لقائمه حضرتك زي كابتن عامر حسين، زي كابتن حازم امام، زي كابتن ابو تريكه، زي كابتن وائل جمعه؟ الكلام ده كله على فكره انا يعني اللي انت بتقولهم دول انا حاولت ان يبقى معايا النجوم من بتوع زمان ودول ما راحوش في حته. بس رفضوا ان هم ينضموا لحضرتك. هم مش عايزين، مش رفضوا، في فرق بين رفضوا لا انا عشان انا هروح هناك، لا ده ما حصلش. واخيرا كابتن خالد الغندور كمان يعني. لا خالد الغندور برضه ما قال لك لا انا عايز افضل في التلفزيون. ما فيش مشكله، اصل انا كنت هدفي ان ناخد ناس 3 4 زي ما حضرتك بتقول من الجيل اللي كانوا حققوا معايا، وبالفعل مع حضرتك 2 أو 3. ما انا بقول يعني كابتن حماده المصري وكابتن مجدي عبد الغني. ما شاء الله، ده انت ما انت عارف القايمه اهو. مين الثالث؟ وفي محمد طويله، وفي البلتاجي، وفي كابتن رضا البلتاجي عضو مجلس النواب. يعني في مجموعه، في كتير على فكره، مجموعه كبيره. مجدي الهلباوي في مجموعه طب كبيره. مش شايف انضمام مجدي الهلباوي لقائمتك ده ممكن يعمل مشاكل، خاصه في وجود كابتن حماده المصري، لان هي اللي رفعت القضيه وهي اللي السبب الرئيسي في حل اتحاد الكوره؟ لا انا اتكلمت مع حماده واتكلمت مع مجدي، واذا كنا هنستقر على اساس ان هو تبقى ماجده معانا اكيد ان انا هيبقى لها حلول يعني لسه ما استقرتوش ان هي لا تكون لسه معاك ولا لا؟ القايمه دلوقتي من 11. اصل انت المنظر العام نفسه ممكن تلاقي ان في ناس بتحاول تغير في اللائحه، يعني يقول لك اعمل منصب نائب وامين صندوق وحاجات كتيره، فالكلام ده هيبان لسه. انما بس في اعمده رئيسيه حضرتك هم دول اللي قلت لك عليهم. كابتن حماده المصري، كابتن مجدي عبد الغني، أيوة. ومجدي الهلباوي، وكابتن رضا البلتاجي، ومحمد الطويله. انت عندكم اجتماع النهارده تقريبا ان شاء الله. طب ما انت الله طب خلاص، وانت عايز مني ايه بقى؟ لا احنا مراقبين حضرتك كويس قوي. طيب اخر مره قابلت المهندس هاني ابو ريده امتى؟ والله من فتره طويله، كنا اتعشينا مره مع بعض بعد رحله المكسيك تقريبا. لا قبل رحله المكسيك. وبعدين شوف هاني ابو ريده ده 10 عمر، ما لو اما نقعد مع بعض اكيد. امال ليه حضرتك دايما بتهاجمه؟ اهاجمه؟ لا عمري ما هاجمته. يعني حضرتك قلت ان هو المتحكم في اتحاد الكره الحالي وهو اللي بيدير دفه الامور في اتحاد الكره الحالي. طب ما هو بيتحكم ليه؟ ما هو لازم برضه عشان يبقى التوضيح. جمال علام لما جه كان في جمال علام واسامه خليل وايهاب صالح، وكانت المجموعه دي كلها هو اللي مختارها هاني، كلها بما فيهم سيف زاهر. فخلاص فاستبعد هاني وشوبير مشي معاه، فلقوا مين؟ جمال علام، دخلوه على قائمه 10 ما شافهمش قبل كده. هو ده الدروب اللي كان موجود.
طيب كابتن سمير، احنا معانا ازمه في لجنه الحكام. امبارح رابطه الانديه 5 انديه اعلنوا ان هم سينسحبوا من الدوري في حال بقاء الكابتن جمال الغندور رئيسا للجنه الحكام. دي ازمه كبيره طبعا ومش عارفين ايه اللي هيحصل فيها. معايا كابتن جمال غندور رئيس لجنه الحكام. مساء الخير كابتن جمال. مساء الخير، تحياتي ليك وتحياتي لمشاهدينا وتحياتي للكابتن سمير زاهر. مساء الخير يا كابتن سمير، وحشتنا. ازيك يا جمال؟ وحشني. انت اللي وحشنا يا كابتن سمير والله. والله وحشني. كابتن جمال، ايه الازمه حتى الان؟ يعني لجنه او رابطه الانديه او لجنه الانديه اعلنت بالامس ان هي لن تستكمل الدوري المصري في حال وجود حضرتك رئيسا للجنه الحكام. طبعا مبدئيا انا ما عنديش ازمه. يعني الازمه مش عندي، انا ما عنديش ازمه خالص. صحيح. زمايلي عندنا ازمه. ما عندناش مشكله، احنا بنشتغل. واعتقد انه فكره ان هم ينسحبوا عشان الا اذا هو يعني دلوقتي هفترض ان انا مش موجود، ايه اللي هيحصل بالنسبه لهم؟ يعني ايه اللي هيتغير؟ ايه الميزه اللي هيحصلوا عليها؟ يعني هيجي حد مثلا يمشوه زي ما هم عايزين، او هيجي حد يعمل لهم اللي هم عايزينه؟ انا مش عارف. بغض النظر عن ده، اعتقد ان كره القدم في مصر ما هياش 5 انديه او 10 انديه او 18 نادي صحيح. او 30 نادي. ده كل مسابقات كرة القدم في مصر بيديرها الحكام. فهنا يبقى من حق بقى كل الأندية، كل نادي في مصر من حقه إن هو يختار رئيس لجنة الحكام بقى. كل واحد يخسر مباراة يغير رئيس اللجنة ويجيب رئيس لجنة جديد، يكون دمه خفيف ولا يكون بيسمع الكلام ولا يكون أي حاجة. يبقى ندي الحق بقى للأكثر من 300 نادي دول هم كمان. أعتقد ده فكرة تكوين لجنة حكام واختيار لجنة حكام دي حق اتحاد كرة القدم فقط. طب كابتن جمال، هو رئيس رابطة الأندية بيقول إن حضرتك بتختار حكام لصالح النادي الأهلي وحكام ضد نادي الزمالك. يعني إيه؟ ما هو طب ما نرجع للحكام دول اللي حكموا للزمالك. هو مين اللي حكم للزمالك وكسب وخلاه حصل على هذه النقاط؟ حكام من المريخ ولا هم نفس الحكام؟ نفس الحكام طبعا بتوع الموسم الماضي. طب يعني اشمعنى دلوقتي الحكام دي بقت هي دلوقتي بتخسر وبتكسب في الوقت ده بالذات اللي هو في نهايه الموسم؟ هو الكلام ده كان فين في بدايه الموسم؟ الحكام يعني المفروض ان الفرقه تكسب على طول. يعني المفروض الفرقه تكسب على طول. اللي عايز يتناقش في امور منطقيه، يقول انه في اخطاء، ما تحسبليش ضربه جزاء، اتحسب عليا ضربه جزاء. ما اتحسبش عليا هدف صحيح، الكره دخلت والحكم المساعد ما شافهاش وطلعت متعادل بدل ما اخسر، او اتحسب عليا هدف والكره ما عدتش وطلعت كسبان برضه بس بقت بدل 2-0 بقى 2-1. ده الكلام المنطقي اللي نقف عنده صحيح ونتكلم فيه. انما فكره بقى بنحط حكام تكسب الاهلي ونحط حكام تخسر الزمالك او حكام تخسر المصري او الاسماعيلي، هذا كلام طبعا مش منطقي ولا يتناسب مع دوري زي الدوري المصري، ولا يتناسب مع انديه كبيره زي انديه الزمالك والاهلي والمصري والاسماعيلي. طب كابتن جمال، حد من اتحاد الكره كلم حضرتك؟ اتحاد الكره النهارده طلع بيان بتمسكه بلجنه الحكام وان هو الكلام ده مش ملوش محل من الاعراب عندهم. يعني الامور ثابته. لا، ما انا قلت لك في البدايه انا ما عنديش ازمه. وعلى فكره لو اتحاد كره خد قرار باقاله جمال الغندور ولجنته، مجرد بعد 30 ثانيه القرار هيتنفذ وانتهى الموضوع. انا ما عنديش مشكله خالص على فكره. صحيح. ما عنديش مشكله خالص في هذه الامر، بس هي المشكله في المبادئ يعني المفروض ان احنا مش دوله ثانيه غير الدول اللي تابعه للاتحاد الدولي. الكره المصريه مش بتدار بطريقه اخرى، والا هتبقى سابقه اخرى بقى. خلي كل نادي يختار مندوب، وهذا المندوب يكون عضو في لجنه الحكام، ويقعدوا بقى هم الانديه تعين المباريات، وسيب لي ده وانا اسيب لك ده وخلاص وانتهينا. والاخبار اللي طالعه النهارده بتقول ربما رابطه الانديه تتراجع عن القرار اللي خدته، خاصه بعد بيان اتحاد الكره. كابتن جمال، سؤال اخير، ممكن تدخل انتخابات مع كابتن سمير زاهر؟ والله كابتن سمير زاهر عمل لكره القدم المصريه كتير جدا. كابتن سمير زاهر تاريخه في كره القدم المصريه مشرف، لكن انا من البدايه يمكن يعني افصحت عن نيتي اللي جايه، وقلت ان الفتره اللي جايه فتره انك تكون عضو مجلس اداره وتدير التحكيم في نفس الوقت هي وسيله ضغط كبيره جدا على اي واحد. وبالتالي مش هيقدر يوفق بين مصالح الانديه ومصالح الحكام. اشتغل معاك كتير قوي. علي ان انا اختار يا اما اختار التحكيم يا اما اختار اني اكون بعيد عن التحكيم. انا حكم والتحكيم هو اللي له فضل عليا، فانا اخترت التحكيم.
شد حيلك شد حيلك يا جمال، شد حيلك. ربنا يخليك يا كابتن جمال، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن جمال غندور رئيس لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره في القدم. نقطه يا محمد بقى، انا في 4 انا ما اتكلمتش عليهم. اتفضل. ان في واحد، في 3 من الصعيد، وفي واحد موجود في اتحاد الكره الحالي، ما اقدرش اعلن عنه الا بعد ما نبتدي نفتح باب الترشيح. هيكون مع حضرتك المهندس محمود الشامي؟ لا امال مين؟ لا خلاص، انا قلت واحد يعني زمايلنا في الكنترول فرجتت. راي حضرتك باللي بيحصل في الكره المصريه حاليا، وتخبطات اتحاد الكره وحل اتحاد الكره وعوده اتحاد الكره وربما في استقاله جماعيه، شايف حضرتك الرياضه المصريه حاليا؟ اقول لك الرياضه المصريه فيها فوضى. الوقت الحالي ده فوضى، ما احناش عارفين. يعني النهارده رئيس الاتحاد بيستقيل، وبعدين احمد مجاهد بيستقيل، وبعدين احنا رايحين للوزير عشان نتكلم معاه ونشوف نستنى احكام ايه. يعني قصص غريبه جدا، ومش شايف انا ما هيش لصالح كره القدم. وبعدين اخر حاجه بقى يقول لك ايه بقى؟ لا هنستنى ماتش تنزانيا. الله، طب ما كان من الاول. يعني الاحكام اللي صدرت دي مش كده، ما ينفعش. يعني انا شايف لازم يبقى في حسم شويه، وبعدين لازم الناس اللي موجوده دي بقى تعرف ان كره القدم محتاجه حاجات كتير قوي فيها. بعد الاحداث اللي حصلت في ال4 سنين اللي فاتوا كان في اخفاقات كتيره يعني. طب كابتن سمير، لو انت رئيس اتحاد الكره دلوقتي وحصلت المشاكل دي كلها، هل تستمر ولا تستقيل؟ انا استقلت 3 مرات. انا استقلت 3 مرات، واخد بالك؟ واقلت مره. هم ال3 اقاله استقاله، سميها زي ما تسميها. مره بتاعت المكسيك، ما كسبنا احنا ببطوله افريقيا ورحنا المكسيك، واخد بالك، واستقلبنا من السعوديه لو تفتكر. والثانيه بتاعت بورسعيد، والثالثه ماتش اهلي وزمالك بتاع الجماهير اللي نزلت الملعب. ومن غير بقى كلام ولا بتاع، الدكتور الجنزوري راح ومجلس الشعب قبلنا استقاله، شكرا سلام عليكم. وانت ما كنتش قدمت استقالتك؟ لا، هم خلاص قبلوا استقاله. يعني كان الموضوع غير دلوقتي خالص. يعني النهارده عشان كده انا بقول لك بستغرب، بشوف المنظر بستغرب، امال ايه اللي كان بيحصل معانا ده؟ يعني حاجه غريبه جدا. 3 مرات مع ان انا اخد 4 بطولات و3 استقالات. كابتن سمير، ليه مجلس اتحاد الكره الحالي لم يحقق اي بطوله او اي انجاز؟ مفيش هارموني، مفيش اتفاق بينهم وبين بعض. وعشان كده انا بقول لك هاني ابو ريده اما كان موجود، هاني هو اللي اختار المجموعه دي كلها. صحيح. وبعدين اما استبعد هاني وكان شوبير معاه بيعد، عملوا ايه؟ قاموا جايبين جمال علام واتحط مع ال10. ما يعرفهمش، ما كانش يعرفه. هو رئيس لجنه، رئيس منطقه بس قعدوا مع بعض 4 سنين، المفروض يكونوا خلاص حصل بينهم كيمياء، حصل بينهم تجانس وتنسيق بينهم، علشان كده يديروا دفه الامور. ما كانش في حاجه بتدي الجاتس، يعني ما كانش في حاجه بتدي القوه انك انت تكمل كل مره بمشكله، كل يوم مش عارف مين ايه، البرزنتيشن عملت ايه، قصص كتيره جدا جدا. وانا اتمنى وبقول لك اهو ان نفسنا المرحله الجايه الناس يبقى فيها انسجام بينهم وبين بعض. اللي موجود كل الناس اللي موجوده في الوقت الحالي. طب اقول لك حاجه، ازاي مجلس بيقام و2 مستقلين قبل كده، واخد بالك، الحكم صلاح وسيف، والنهارده في احمد مجاهد، وقبليه رئيس الاتحاد، والاتحاد لسه قائم. ايوه، يعني كل ده ازاي طب يعني انا بناشد سياده الوزير لابد ان يتدخل لمستقبل كره القدم بقى. مش هنستنى وقصمين يبقى ثروت سليمي هو اللي يدير وبعدين يفتح باب الانتخابات لمده 3 شهور. الكلام ده الناس خلاص بقى يعني. بس كابتن سمير، ما انت ممكن تنجح على راس اتحاد الكره ويجي لك اعضاء من خارج قائمتك. وارد. طب هتعمل معاهم ايه؟ وارد نفس الوضع بالنسبه لاي واحد هيرشح نفسه. صحيح. يعني هو ان انت بتقول لي بقى هاني في مجموعه، واخد بالك، المجموعه دي ممكن تلاقي 3 من هنا و4 من هنا، الصعيد 3 من عندي الصعيد و3 من هناك. ولو ان انا بقول لك ده مش هيبقى في صالح كره القدم. صالح كره القدم ان يبقى في مجموعه متناسقه وناخد من دروس الماضي من المجموعه اللي كانت موجوده. انت شايف ممكن المهندس هاني ابو ريده ما يدخلش الانتخابات زي المره اللي فاتت؟ لا ليه؟ ما عندوش اي اسباب يعني النهارده الكابتن اسامه خليل نجم نادي الاسماعيلي ومنتخب مصر الاسبق قال انا هستبعد المهندس هاني ابو ريده زي ما استبعدته في الانتخابات الماضيه. انا ما عنديش فكره عن الحكايه دي ده خالص. تصريح النهارده. لا النهارده؟ فهل ممكن يتم استبعاده لاي شيء؟ اسامه خليل معايا كمان على فكره. اسامه خليل معايا، مع الناس معايا من فتره طويله يعني.
بس انا ما اعرفش هو النهارده قال في برنامج يعني قال في تصريحات نشرت على المواقع قال الاخباريه إيه؟ النهارده، قال ان هو سيستبعد هاني ابو ريده من الانتخابات زي ما استبعده في الفتره الماضيه او في الانتخابات الماضيه. طب ايه السبب؟ حكم قضائي، يشوف له حكم قضائي. لا انا ما اعرفش، ما عنديش فكره. ما عندكش معلومه؟ ما عنديش فكره، ما قاليش. رايك في منتخب مصر ايه؟ منتخب مصر رايك فيه ايه؟ منتخب مصر اقول لك حاجه غريبه جدا، ان المنتخب الحالي، انا بقول لك احنا كان ايامنا منتخب متميز واخد 4 بطولات ورا بعض وقصه. المنتخب الحالي فيه مجموعه لاعبين متميزين ويقدروا مش بس يكسب تنزانيا وياخد البطوله في الجابون كمان. مجموعه متميزه ومجموعه محترفه، يعني ما شاء الله بقول. والراجل المدير الفني شغال معاهم كويس، وهاني مشرف عليهم بلباقه، ويعني حاطط ايده في كل حاجه. انا شايف حاجات صغيره بقى اللي بتنكر، مش عارف حصل ايه، لعيب قال ايه، المدير الفني ايه، ولا مدرب ايه، حاجات صغيره بس يعني. انت يا كابتن سمير ما انتش شايف ان عيب قوي ان اتحاد الكره يقول ان احنا انجزنا اللي حققناه في 4 سنين، اللي احنا صعدنا للامم الافريقيه في الجابون، خاصه اللي احنا ابطال افريقيا على مدار عشرات السنوات الماضيه؟ طبعا عيب يعني هو ده بال4 سنين اللي احنا حققنا هو ده بس؟ لا، خاصة ما فيش منتخب شباب، ما فيش منتخب اولمبي، ما ولا فيش اي ناشئين ولا انجازات حد، اخرى، ولا منتخب للناشئين حقق اي انجازات، ولا المنتخب الوطني الاول حقق اي انجازات. عايزين نقفل، بص اقول لك بصراحه، عايزين نقفل الصفحه دي ونبتدي صفحه جديده. كره القدم محتاجه دعم ومسانده من المسؤولين زي ما كنا احنا موجودين الحقيقه، ومحتاجين ان الباب يتفتح بقى. الشعب المصري بيحب الكرة قوي. انت فاكر ايامنا كان الناس دي ايه؟ البطولات دي كانت كل الناس مغرقه الشوارع حقيقه، يعني فرحه كبيره جدا يعني. طب الناس اللي غرقت الشوارع والناس اللي نزلت الشوارع دي هترجعها زي للمدرجات؟ والله بص، انا قلت الكلام ده على فكره. انا ما فيش اي حل النهارده في لو احنا هنقعد في عدم استقرار، ما فيش خلاص، ما فيش جماهير. انما انا كنت اقترحت مره، قلت ان احنا نلعب جمهور من طرف واحد. يعني ايه جمهور من طرف واحد؟ يعني الاهلي بيلعب الزمالك وهو فوق، الاهلي 5000 يحضروا، الزمالك ما فيش. اما نرجع الريفنج بقى، الزمالك 5000 والاهلي ما فيش. لو حصل ان انت عارف الجمهور بس واحد، هتقول لي طب ايه يعني؟ طب افرض شتموا الحكم، ما يشتموا الحكم. انما لو عملوا مشكله ما يدخلوش المباراه اللي بعد كده. كابتن سمير، اي دوله في العالم بتطبق ده؟ ما في ده، في دولتين، العراق، تونس. العراق عندها حرب. لا في طبعا مش. والعراق احيانا بتلعب مبارياتها في ايران. طبعا عايز اقول لك مش احسن من ما فيش؟ ما هيقعد كده على طول، هتقعد كده على طول. احنا الموسم الماضي في العراق كان فريق الجويه ونفط الوسط، وكان في حضور 40,000 متفرج. ايوه، ما احنا بيحضر عندنا 40,000 في بغداد. منتخبات والانديه، الاهلي، الزمالك، كل دول ما هو بيحضر الارقام دي. انما مش هيحضر الا بالطريقه اللي بقول لك عليها دي. طب انت حضرتك قلت ما تعرفش التصريح بتاع الكابتن اسامه خليلي اللي قال فيه ان هو سيستبعد المهندس هاني ابو ريده من الانتخابات. احنا معانا كابتن اسامه خليل. طب ايه السبب؟ احنا معانا كابتن اسامه خليل أسامة، نجم نادي الاسماعيلي ومنتخب مصر الاسبق. يا اهلا بحضرتك كابتن سمير، ان شاء الله تكون بخير. ازيك يا اسامه؟ وحشني والله انت اللي وحشنا جدا، بس بعد ما تخلص بقى نتكلم، بس يعني طبعا علشان ما ناخدش وقت الناس. يعني كابتن اسامه، يعني الكابتن سمير قال لنا خبر دلوقتي ان حضرتك معاه في القائمه المقبله. والله انت عارف كابتن سمير، انا بستمع ليه دلوقتي وانا سعيد جدا ان في برنامج بيطرحه. يعني خلي بالك، احنا لما نيجي نتكلم على قدرة اي من المرشحين على قيادة السفينة في الفترة اللي جاية، لازم يقدم للناس على الاقل البرنامج بتاعه. فبالتالي وانا بستمع لكابتن سمير زاهر الان، فارى ان هناك برنامج، وبالتالي بيحاول يفهمه للمنظومة الكروية المصرية. فهنا احنا بنطلب يعني اهل البيت زي ما بيقولوا، ان اللي عايز يتقدم يقول لنا البرنامج بتاعه، وبصرف النظر بقى عن طريقه التربيطات مع الجمعيه العموميه والوعود والكلام ده، بس على الاقل يبقى اطروحات موجوده للراي العام بمبدا ديمقراطي، وبمبدا يخلي الناس تفكر ايهم اصلح لقياده سفينه المنتخب القومي اتحاد الكره المصري في الفتره اللي جايه. طب كابتن اسامه، حضراتكم حضرتوا رؤيه او استراتيجيه للرياضه المصريه مستقبلا؟ نعم، حضراتكم حضرتوا خطه للرياضه المصريه مستقبلا في حال نجاحكم؟ بكل تاكيد. انت تتحدث عن
كرة القدم الاحترافية. صحيح. تتحدث عن كرة القدم في ظل قانون خاضع لقانون المادة 84 في الدستور المصري اللي بينص على أهمية المواطن في ممارسة الرياضة. فبالتالي لما ناخدها ببعد تاني ان كرة القدم من الأهمية ووجودها في قلب وعقول المصريين لابد ان تحظى باحترام وبالتالي بخطة مستقبلية في الفترة اللي جاية. فالموضوع هنا هو مش مسألة قيادة الاتحاد المصري لكرة القدم بقدر ما هو ماذا يفعل القادمون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الكرة المصرية. نحن نتحدث عن كرة قدم للأسف الشديد يعني تدهورت بشكل سيء جدا في السنوات الأخيرة. هناك فوضى كروية في الوسط الرياضي ومهازل تحدث كل يوم في الوسط الكروي المصري. ليه؟ لأن مفيش كبير، مفيش قيادة، مفيش خطة مرسومة. فبالتالي وصلنا لمرحلة ان حتى على مستوى المنتخبات الناشئين والأشبال للأسف الشديد لا نحصد أي شيء. فبالتالي النهارده احنا بنقول للناس الموضوع مش مسألة تربيطات وانك تجري على المحافظات علشان تقنع اعضاء الجمعية العمومية بوعود وبالتالي احقيتك في الترشيح. لا، تعال نقعد ورينا البرنامج بتاعك، نتكلم برنامج قصاد برنامج في حضور الجمعية العمومية والمواطنين. طب كابتن أسامة اسمح لي بس علشان وقتنا، في تصريح منسوب لحضرتك النهارده بتقول ان انت هتستبعد المهندس هاني ابو ريده من الانتخابات المقبلة. بكل تأكيد، يعني انت تعلم جيدا ان 2012 في الانتخابات استبعد ابو ريده نظرا لان المحكمة في الفترة دي رأت ان ليست لديه اي احقية في الترشح لفترة ثالثة، لان ده كان يعتبر تحايل على اللائحة، فبالتالي استبعدته. اما مرحلة 2016 فهناك الكثير من القضايا القانونية للأسف الشديد هو وقع فيها، ولكن انا بسأله هل لديك القدرة على المواجهة وطرح برنامجك ونقعد نتكلم فيه؟ لا كابتن أسامة، انا عايز اسأل حضرتك عن الاسس اللي هتعتمد عليها في استبعاد المهندس هاني ابو ريده. كلها اسس قانونية وانا مش في حل ان انا اتحدث عنها الان، لان بعد كده ما يبقاش ليها اي قيمة. في وقتها المناسب ستخرج كل هذه الاشياء كما حدث. يعني حضرتك عندك حجج قانونية يعني هتقدمها للمحكمة؟ إيه؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد، لان ما يحدث في الوسط الرياضي النهارده يعني مهزلة بكل المقاييس. وانا بقول لحضرتك انا سعيد جدا وانا بستمع لكابتن سمير زاهر انه عنده برنامج يتحدث فيه عن تطوير كرة القدم. بالتالي هو ده المطلوب ان احنا نقعد وكل يقدم البرنامج الخاص به، مش مسألة ان انا ابتدي اشتغل على الجمعية العمومية بتربيطات بدون اي برنامج وبدون اي اجندة مطروحة مستقبلية، يبقى انا كده بضحك على الناس. طب كابتن أسامة أخيرا علشان أسيب حضرتك هتدخل مع كابتن سمير في قائمته على مقعد النائب ولا عضو؟ أنا وكابتن سمير زاهر في كثير من التفاهم في الفترة اللي جاية، وطبعا احنا بنقعد مع بعض على طول وفي تواصل، لكن الأهم يعني مقعد النائب أم لم يتم التحديد حتى الآن؟ هنا المسألة مش مسألة يعني القائمة أو مسألة هيتقدم إيه للشارع الكروي الرياضي المصري. فبالتالي هو ده اللي احنا لا احنا زي ما عرفنا من حضرتك هناك برنامج محترم من قبل حضراتكم، ولكن حضرتك هتخوض الانتخابات على مقعد النائب ولا مقعد آخر؟ لا انت بتتكلم على تحديد اختصاصات. تحديد اختصاصات هنا الموضوع مش مسألة بوزيشن او مسألة مركز. المسألة هنا ازاي احنا كلنا نتعاون علشان خاطر يمكن لأي منا من تطوير المنظومة بطريقة سليمة، لأن آن الأوان لرجال كرة القدم المصرية اللي الناس تعودت عليهم بأسلوب في نوع من النزاهة إنهم يتقدموا الصفوف. صحيح. فبالتالي كل ده مطروح، وأنا على تفاهم كبير مع الكابتن سمير زاهر، وأرى أن الرجل لديه برنامج في تصوري فعلا سيفيد الكرة المصرية ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه خليل نجم نادي الاسماعيلي ومنتخب مصر الاسبق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مداخله صغيره، احنا في اتفاق مع حماده المصري ان هو النائب المجموعه اللي موجوده يعني، واحنا لنا ده العضو الثاني يعني ولا الثاني اللي في الاتحاد الكره الحالي؟
اللي مع حضرتك؟ لا، مع حماده في المجلس الجديد معانا يعني. هو لوحده ولا هو وحد تاني من المجلس اللي موجود؟ اه لا، هو حماده بس اللي هيبقى موجود. حماده بس. وبعدين يعني بعدين انا شايف ان في قاعده النهارده بعد الساعه 9 هنقعد نتكلم برضو عشان نشوف الرؤيه المستقبليه ان شاء الله. كابتن سمير، روابط الالتراس، يعني الالتراس بقى صداع في راس الاجهزه الامنيه، الالتراس كمان في مشكله كبيره حاليا وممنوع من دخول المدرجات، تحلها ازاي؟ ما قلت ده لازم لا، هل حضرتك بتتواصل مع الالتراس، خاصه الالتراس ظهر في عهد سمير زاهر؟ انا اعرف ناس منهم طبعا، اعرف ناس منهم. وبعدين عايز اقول لك حاجه، ما هو الالتراس دول مين؟ ما هو انا لما بقول مجموعه انها تدخل بطرف واحد، ما هم دول التراس، دول منين؟ وبعدين كان حصل مشاكل قبل كده مع بعض الانديه وحصل تجاوزات وحصل ناس اعتدت على ناس، فالموضوع محتاج دراسه متأنية، ولازم وزاره الشباب والرياضه تشترك في هذه الدراسه. ما ينفعش ان احنا نقول رجع الجماهير الا لما يكون مدروس. الجماهير اللي هي المفروض اللي داخله دي، العدد اللي انا بقولها، مش صدقني لازم نبتدي بالطريقه اللي انا بقولها يا محمد. قانون الرياضه الحالي ما اعرفش عنه حاجه. انت تعرف عنه حاجه؟ طب هو ليه اتاخر في ظهوره؟ يسال في ذلك وزير الشباب والرياضه، ويسال في ذلك رئيس اللجنه الاولمبيه، ويسال في ذلك عامر الباشا. يعني مين اللي معرقله الان؟ هو المفروض ان هو كان في لجنه زمان وكان فيها حرب الدهشوري، هي اللي قعدته وخلاص وانتهى الموضوع. بس دلوقتي في مراجعات وفي 48 بند معايا والله في العربيه، في 48 بند بيراجعوهم تاني. وانا يعني انا معجب جدا بالحقيقه الراجل رئيس اللجنه الشباب والرياضه لما بيقول المهندس محمد فرج عامر. محمد فرج عامر راجل محترم جدا، وطلع بيقول لا يا جماعه الكلام اللي بتقولوه ده مش هيحصل، لسه بدري عبال ما نناقش ويرجع للمجلس عشان يقره. يعني الموضوع هياخد وقت، يعني وده مش هيخرج للنور حاليا، وده هيأثر على انتخابات الانديه وانتخابات اتحاد الكوره واتحاد الكوره وكله. الحقيقه في دروب لازم يبقى في حاجه سريعه اكتر من كده شويه في موضوع الشباب والرياضه. يعني انت ليه دائم الهجوم على المهندس خالد عبد العزيز؟ لا، انا عمري ما ده خالد عبد العزيز انا اقرب واحد له. خالد عبد العزيز كان معايا، انا كنت رئيس وهو كان 2006 كان هو ماسك البطوله، وكان هنا بريده الرئيس. بس في تصريحات منسوبه لحضرتك بتقول ان الكره المصريه مع خالد عبد العزيز في ضياع. لا مش في ضياع، بقول ان الكره المصريه مع خالد عبد العزيز مختلفه عن الكره المصريه مع الدكتور عبد المنعم عماره وحسن صقر. مختلفه للاحسن ولا للاسوء؟ الاحسن طبعا. حسن صقر احنا اخذين بطوله 3 بطولات معاه، ومع عبد المنعم عماره بطوله. وكان فيه الفرق بقى اقول لك انا كرئيس اتحاد كوره اما اجي انا شايف عندي مشكله، كان الدكتور عماره بيجي لنا واحنا بنروح له، كان حسن صقر بيجي لنا واحنا بنروح له، كان بنتغدى. طب حضرتك اتكلمت على المهندس محمد فرج عامر وشكرت فيه جدا حقيقي، وفي ادائه في البرلمان، خاصه ان هو رئيس لجنه الشباب والرياضه في البرلمان. المهندس محمد فرج عامر، مساء الخير. انا بمسي على سيادتك يا استاذ عبد الحكم، وبمسي على الكابتن سمير زاهر. اهلا بيك. بقول له منور وربنا يخليه، وبشكره طبعا. يعني قبل ثواني كان الكابتن سمير زاهر بيتكلم على حضرتك وبيشيد بدور حضرتك داخل مجلس النواب. ده من ذوقه ومن تواضعه ومن اخلاقه. ربنا يخلي حضرتك. طبعا صاحب تاريخ كبير قوي طبعا. باشمهندس يعني ينكر ذلك. نعم. كنا بنسال حضرتك عن قانون الرياضه متى يخرج الى النور؟ قانون الرياضه هيخرج الى النور عندما تنتهي الاجراءات، واحنا ما عندناش اي مشكله انه يخرج باسرع وقت ممكن، لكن في خطوات لابد من اتباعها. القانون لسه واصل مجلس الشباب مجلس النواب. ان شاء الله رئيس المجلس في الجلسه العامه يوم السبت هيحيله الى لجنه الشباب والرياضه. اللجنه هتعمل عدد محدود من اللقاءات مع الخبراء الرياضيين، وسمير بيه طبعا على راسهم، ومن رواد وقاده الاعلام الرياضي والصحافه الرياضيه. وبعد ذلك النواب هيصوتوا عليه وهيشوفوا التعديلات اللي يرونها عليه، وبعد ذلك هيكون جاهز للنزول الى تحت قبه البرلمان عندما يأذن بذلك رئيس المجلس. بس المشكله الاساسيه الموجوده حاليا ان القانون ليس فيه الاجنده التشريعيه لهذا الموسم البرلماني او التشريعي.
لكن احنا على امل لما يخلص هذا القانون ان احنا نحاول مع رئيس المجلس بالرغم من الاحداث الكثيره جدا والازدحام الشديد جدا فيما يناقشه وما ينظره البرلمان، ان احنا نلاقي وقت عشان القانون ينصر. بس هو المفروض ان القانون يصدر قبل انتخابات مجلس اتحاد الكرة اللي هي تقريبا بعد 3 شهور. القانون ده بقاله 10 سنين بيتعمل فيه. القانون ده بقاله اكتر من 10 سنين. بص حضرتك، اي حاجه ممكن اجل ظهور هذا القانون بسرعه جدا هنعملها، بشرط ان يرضى عليه المواطن المصري والرياضي المصري والقيادي المصري والاعلام المصري وكل الناس. لازم الناس كلها تتوافق عليه، وهو قريب جدا من التوافق لانه خلاص خد حوارات مجتمعيه كثيره جدا. حتى الايام دي بتتعمل يعني حوارات مجتمعيه في المحافظات، بالرغم ان بقاله 10 سنين بتتعمل عليه حوارات مجتمعيه، لكن هو يعني قريبا جدا هيرى النور يعني اسابيع تقريبا يعني. اللجنه هتنتهي منه في خلال اسابيع ان شاء الله باذن الله. طب كابتن باشمهندس فرج عامر، عايز اسال حضرتك عن انسحابكم من رابطه الانديه بالامس. ملهاش علاقه بالامس، احنا انسحبنا من 4 ايام. مفيش علاقه بالجلسه. هو طبعا سمير بيه طبعا اكيد عارف ان اللجنه دي بتصدر توصيات ما بتصدرش قرارات. صحيح. انا بقول انا الاوان ان تبقى في رابطه الانديه المحترفه. لان رابطه الانديه المحترفه احنا في اشد الاحتياج ليها، وهي طبعا المفروض اللي هي تقود المسابقه الاحترافيه. اما ان احنا نقعد بقى في لجنه تصدر توصيات وبعدين تروح اتحاد الكوره، كل اللي بتعمله من قرارات وارد انها تشطب بالكامل او تغيره او تعدله. فاحنا نشترك في هذه اللجنه بهذا الوضع. طب عايز اسال حضرتك عن القرارات او التوصيات اللي خدتها اللجنه بالامس دي. لا بره اللجنه بقى، مالناش دعوه بالتوصيات. احنا كاتبين قلنا ان احنا نتمنى ان المسابقه تستمر وتنتهي. محدش يقدر يعمل اخطاء تحكيميه ويسمح، لكن ده مش هيجي الا عن طريق زياده خبره الحكام وصقلهم وان يحكموا مرات اكتر. لكن انا شخصيا لا اطعن في ذمه اي حكم. ما اقدرش اقول بالرغم ان احنا تعرضنا لظلم في عده مرات، لكن انا لا اشكك في اي ذمه حكم. بالعكس هم كلهم مصريين شرفاء نفسهم يكونوا احسن ناس ونفسهم ينجحوا، لكن طبعا ساعات بيبقى فيه توفيق وساعات ما بيبقاش فيه توفيق. اتمنى طبعا ان حالات عدم التوفيق تقل خالص لان فيها ظلم للانديه واهدار لمجهودهم، لكن ده وارد في اي مباراه في كره قدم. صحيح، لكن ما ينفعش انسحاب بسبب اخطاء حكام زي ما حضرتك قلت. دي وجهه نظرنا، انا ماليش سيطره على الاخرين وليس لي سلطان على الاخرين. صحيح. باشمهندس محمد فرج عامر رئيس لجنه الشباب والرياضه مجلس النواب، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. كلام محترم. خلاص كلام جميل قوي. انا قلت لك الراجل محترم وعارف قدرات ايه واللجنه تعمل ايه والورق ايه، كل حاجه جميله يعني. طب احنا كنا بنتكلم على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، وحضرتك قلت انك بتتمتع بعلاقات صداقه قويه مع المهندس خالد عبد العزيز. مفيش واحد وكل يعني. ما نشر وما نسب لحضرتك ده كلام عار تماما من الصحه خالص. بس خلي الوسطاء يمتنعون بس. الوسطاء يمتنعون بس. شايف وزير الشباب والرياضه قريب من حضرتك اكتر ولا من المهندس هاني ابو ريده اكتر؟ لا، من المهندس هاني طبعا. اشمعنى؟ يعني قريب منه لان هو اللي كان ايام ما كنا في اتحاد الكوره كان هو رئيس اللجنه وكان مهندس خالد فيها. ويمكن هاني قريب منه في حاجات كتيره خاصه بالمنتخب دلوقتي. يعني هو النهارده هاني هو المشرف على المنتخب. صحيح. والمشرف على المنتخب ده عايز الطياره، عايز كل الكلام ده عند المهندس خالد. ففي كونكشن كويس يعني. لكن حضرتك قلت اما تدخل الانتخابات هتدخل انتخابات ضد هاني ابو ريده وزير الشباب والرياضه. ولا ايه؟ حضرتك قلت ما تدخل الانتخابات المقبله هتدخل الانتخابات ضد المهندس هاني ابو ريده وضد ايضا وزير الشباب والرياضه. لا، على اساس ان هاني هيبقى عنده دعم من وزير الشباب والرياضه. معنا كلنا هندعم هاني ان شاء الله. تقريبا كده. راي حضرتك في الازمه الاخيره المثاره بين كابتن احمد شوبير والكابتن احمد الطيب؟ والله انا شايف انا شوبير علاقتي بيه وطيده جدا من زمان، يعني معايا من 2005 يعني. وشايف انا ان الطيب راجل اعرفه كويس من منطقه السويس من زمان يعني. انا شايف ان احنا اللي حصل ده يعني حاجه مهانه لينا كلنا، يعني مش على فكره دي مش حاجه ضد شوبير ولا ضد الطيب، لا ده ضدنا كلنا بتوع الكوره الرياضه يعني كمان. فانا اتمنى ان احنا لازم الموضوع ده يهدى، ولازم الناس دي النهارده التلفزيون طلع بقرار، اذاعه وتلفزيون بالنسبه لهم هما الاثنين بالامس. صحيح.
فانا بقول للشوبير انا على فكره انا كنت بكلم شوبير في فتره من حوالي اسبوعين كده، بقول له احمد انت انجح اعلامي رياضي جه في مصر وما شاء الله يعني. فركز في الاعلام ومالكش دعوه بانتخابات اتحاد الكوره. لا يعني والله قلت له كده، والله قلت له انت اعلامي بعد رهيب، انت بتقعد من الصبح لحد تاني يوم الصبح، فانا يعني انا بحييك يعني. والحقيقه كان هو سعيد قوي ان هو يكمل في الاعلام لانه ما شاء الله بيطلع في كل التحليل ونصحته بكده ان هو ما يدخلش انتخابات ويركز في الاعلام. قلت له مش طالبه يعني، مش طالبه، انت النهارده فيجر بتاع الرياضه والكوره ما شاء الله يعني. فحتى هو يعني ابتسم كده يعني. انا فوجئت باللي حصل ده. اللي حصل ده اتمنى انه يخلص بسرعه، لان النهارده الموضوع ده لو اتساب هيبقى له خلفيات وحشه مش كويسه. انا شايف ان شوبير، وانا على فكره كلمته النهارده مرتين بس ما وصلتلوش عشان اقول له ان احنا لازم الناس تتدخل. يعني احنا هنستنى الايه يعني؟ شوبير ده فيجر رياضي من النموذج الاول، والطيب راجل معلق من احسن الناس الحقيقه يعني. فلازم الناس تتدخل. سمير زاهر، حرب الدهشوري، عامر بيه، كل الناس الطيبه لازم يتدخلوا وينهوا هذه المشكله عشان الموسم الجديد اللي يبتدي على رواقه، ما يبتديش كده يعني. طب انت شايف يعني راي حضرتك في تجاوزات الرياضيين او تجاوزات نجوم الرياضه في الاعلام؟ ما فيش محكمه رياضيه. فين محكمه رياضيه؟ يعني احنا من زمان على فكره، من ايام انا ما كنت رئيس اتحاد كوره واحنا بنقول لازم هناك محكمه رياضيه. ما فيش يعني في حاجات كتيره. تبقى هي المسؤوله عن التجاوزات دي يا فندم؟ تبقى هي المسؤوله عن التجاوزات دي. في تجاوزات، في التجاوز زي ده لازم يبقى فيه اسئله واجوبه وناس ومحكمه. ما ينفعش اسيب الدنيا كده يعني. شايف ان التجاوز ده ممكن يخلق نوع من التعصب بين جماهير الاهلي والزمالك؟ والله هو كانوا بدا بكده. اللي انت بتقوله ده هو بدا كده، بس للاسف الشديد دخل في منحدر الحقيقه سيء جدا جدا. انا بناشد شوبير وناشد طيب ان احنا الموضوع ده يتقفل وبلاش نتكلم فيه خالص. والناس اللي هم القريبين، الناس الوسطاء اللي هم لهم ايه كلمه في كره القدم، اللي هم لازم ينهوا هذه المشكله باي طريقه. لان شوبير ااكد لك ان شوبير دي حياته، الحته اللي هو فيها دي، والطيب هو ده حياته. صحيح. فلازم كلنا الناس اللي بيحبوهم يتدخلوا ونقدر نوصل لكن حضرتك تتوقع ان المشكله قد تهدى قريبا يعني؟ بتهيالي كده. بتهيالي انا هوعدك ان انا هكلمك في خلال كام يوم كده واقول لك ان احنا وصلنا لحاجه. طب حضرتك يعني علشان وقتنا نصحت كابتن احمد شوبير ان هو يركز في الاعلام وما يتجهش لانتخابات اتحاد الكوره، ليه ما نصحتش النصيحه دي للكابتن سيف زاهر ابن اخو حضرتك؟ سيف زاهر انت جيت بقى في حته كبيره قوي. لا سيف زاهر، بص سيف زاهر ابن اخويا، وعلى فكره سيف زاهر من الناس الناجحه جدا جدا في الاعلام، ناجحه جدا في الاعلام. في قايمه ضدك يا فندم، في قايمه ضدك مع هاني ما كلنا هنبقى مع هاني شكلها كده. سيف مع هاني، اسمع، سيف مع هاني وسمير، يلا يا هاني. لا بس انا سيف انا شايف مستقبله كويس قوي، والحقيقه وشايف انه ناجح جدا في الاعلام. وهو ليه ما نصحتوش نفس النصيحه بتاعت كابتن شوبير؟ بتاعت شوبير ان هو ما يتجهش لانتخابات اتحاد الكوره. لا هو مش ما يتجهش، ما حصلش سقطه لسه يعني. ما فيش حاجه انك تراجعوا فيها يعني. انما هو انا شايف انه مستقبله كويس قوي قوي في الاعلام، وناجح اكيد في اتحاد الكوره، وربنا يوفقه يا اخي. طب كابتن سمير اخيرا بس علشان وقتنا، فرص نجاحك كام في المية؟ يا فندم؟ فرص نجاح حضرتك في انتخابات الجبليه كام في المية؟ والله انا مش عايز اقول كام في المية لسبب، لان انا زي ما بقول لك كده، انا نجاحي يا اما ان انا انجح بقائمتي، يا اما ان انا هاني ينجح بقائمته واحنا يبقى لنا دور، ويا اما ان احنا شايف ان يبقى في كومبرومايز، ناس من هنا وناس من هنا، ويبقى في وفاق. لان مش لازم الكوره دي، انا دخلت انتخابات كتير قوي يا محمد. صحيح. انتخابات كتير جدا يعني ما شاء الله يعني، ومش بس هنا، اتحاد عربي واتحاد افريقي وشمال افريقيا، ومفيش يعني كله يعني. فعايز اقول ان نفسنا نقرب من بعض شويه، ان شاء الله، ونحب بعض شويه بس ان شاء الله. وانت حضرتك معاك ناس محترمه، وحضرتك وعدتني اما تنجح ان شاء الله هكون مع حضرتك بقى في الاتحاد متحدث
للاتحاد. لو ما رحتوش مع المهندس هاني ابو ريده، مع حضرتك ناس اقوياء فعلا، ناس تتمتع بجاذبيه وتتمتع بشعبيه في الشارع المصري، ومعاك مدير حمله قوي الاستاذ طارق بدوي، ده مدير حمله حضرتك. بتمنى لك التوفيق. طارق المتحدث بتاعنا ما شاء الله، بتمنى لك التوفيق. والله. كابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكره القدم الاسبق، بشكرك شكرا جزيلا على تشريف حضرتك. شكرا الف شكر، متشكر جدا. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده في 7 رياضه، كان معانا الكابتن سمير زاهر وطرح رؤيته للفتره المقبله، وطرح رؤيته ايضا للانتخابات المقبله وكيف سينجح في الانتخابات المقبله في الجبلايه، وقال واتكلم عن خصومه واتكلم عن منافسيه بشكل جيد جدا. بنتمنى له التوفيق، وبنتمنى ايضا للطرف الاخر التوفيق في الانتخابات المقبله، وايضا نتمنى للرياضه المصريه التوفيق وتنهض من كبوتها وتعود الجماهير مره اخرى الى المدرجات. دي كانت حلقتنا في 7 رياضه فلكيا، دي اخر حلقه لينا قبل شهر رمضان الكريم. في شهر رمضان الكريم ان شاء الله هيكون معانا طابع مختلف شويه في 7 رياضه، هنكون معانا روحانيات باذن الله، وهنقلل الكلام شويه عن الكره، هنقلل الكلام شويه عن الانديه وايضا اتحاد الكره. هنكون موعدنا في رمضان ثابته من 7 ل 8، والاعاده ان شاء الله هتكون من 1 ل 2 فجرا باذن الله. يعني هنكون مع حضراتكم في الفطار وهنكون مع حضراتكم في السحور. بتمنى لكم التوفيق وشهر كريم على حضراتكم وعلى كل الامه الاسلاميه، وكل عام وحضراتكم بخير. هذه هي تحياتي انا محمد عبد الحكيم.